بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ماتش قمة بجد، والله بجد. ده ماتش قمة بجد. اتنين مدربين. طبعا جمهور الاهلي اول ما شاف التشكيلة غضب جدا. صفحات الاهلي واغلب ما جمهور الاهلي غضب جدا. ليه؟ كان عايز بن شرقي. يبقى اساسي. هو مش راضي على حكاية اكرم توفيق، مع ان اكرم توفيق والله عامل ماتش حلو. يعني لحد دلوقتي اكرم توفيق ماشي كويس جدا جدا جدا. طبعا التعادل السلبي لحد دلوقتي، ماتش لسه فيه شويه بس ماتش ما تعرفش مين هيكسب. امام عاشور شاط كورباج في الشوط الاول، محمد عواد بطراطيف صوابعه وفي العارضه. يعني زمان عمرو اديب نط من الاستديو وقال الحمد لله، الحمد لله مع الكره دي، مع شوطه امام قذيفه برجله اليسرى. طبعا امام عاشور سواء رجله اليسرى او اليمنى بتودي قذائف مدويه، قنابل مدويه. فلبست في رجله الشمال كوره، محمد عواد بطراطيف صوابعه وخبطت في العرض، ردت في العرض. دي ابرز فرصه كانت في الشوط الاول، او اهم فرصه. الزمالك راح بغزوتين كده عن طريق زيزو عبد الله السعيد وعمر جابر. اعملوا لا توصل على النبي. راح بغزوتين كده في الشوط الاول الزمالك، لكن دون جدوى، دون تشكيل خطوره كبيره. هي ابرز او اهم فرصه كانت في الشوط الاول. 45 دقيقه الاولى كانت شوطه امام عاشور. لكن الاثنين مدربين عاملين حساب لبعض جدا، كأن بيسيرو ده بيدرب في الزمالك من 6 شهور، مش بقاله 3 ايام. ليه؟ بيسيرو النهارده احترم الاهلي، احترم النادي الاهلي. ازاي؟ لعب 3-4 وده اللي قلته امبارح واول والنهارده. قلت لك بيسيرو في طريقه، المعلومات اللي عندنا انه هيلعب بطريقه 3-4-3. ليه؟ هيثبت 3 مدافعين ورا. ليه؟ خايف من هجوم الاهلي. خط هجوم الاهلي مرعب، مرعب. امام عاشور، جراديشار، حسين الشحات لحد دلوقتي مش ظاهر. يعني حسين الشحات تحس انه ما بيلعبش اصلا. ليه؟ صلاح مصدق صفقه رابحه جدا، حق ربنا لازم تقوله. صلاح مصدق المغربي، صلاح مصدق صفقه رابحه جدا جدا جدا. بصراحه اللاعب بيبان من طلته، زي احمد رضا في الاهلي، زي الناشئ محمد عبد الله. بيبان اللعيب، بيبان من اول كوره، الجواب بيبان من عنوانه. فصلاح مصدق قاطع ميه ونور لحد دلوقتي. مش عارفين الدقيقه اللي جايه فيها ايه، لكن لحد دلوقتي قاطع ميه ونور على حسين الشحات وحطه في جيبه. يعني ملكفته كده وحطه في جيبه. احنا مش شايفين حسين الشحات، كانه ما بيلعبش اصلا، يعني كانه مش موجود. النهارده كولر طبعا فاجئ الكل بتشكيل احمد نبيل كوكا بدل كريم الدبيس في الباك ليفت. ملاعب اكرم توفيق، سايب محمد هاني بره. ف ما نزلش بن شرقي. فكولر النهارده ما تعرفش يعني هل هو ده التشكيل الامثل بالنسبه لكولر. جمهور الاهلي شايف غير كده، بس مش طبعا جمهور الاهلي هو اللي بيدرب، لا، في مدرب اسمه كولر هو المدير الفني. ف لحد دلوقتي الماتش لحد دلوقتي يعني ما تعرفش مين يكسب، ما تقدرش تتكهن. ودي ماتشات القمه يا جماعه، انا قلت لك ماتشات القمه ليها ظروف خاصه وليها حسابات خاصه. ما تقدرش تجزم تقول ده الاهلي ده هيدخل يغلب 6-7. لا، الزمالك فرقه كبيره. الزمالك هو ده درب القاهره. شايف الاستاد وشايف رونق الاستاد وجمال الاستاد وحاجه، يعني كانك بتتفرج على ماتش عالمي في الدوري الانجليزي. فالنهارده لا، الزمالك فرقه تقيله، حتى لو مستواها سيء في الماتشات الاخيره غيروا المدرب، لكن بسيرو انا بصراحه شايفه مدرب كويس جدا. ليه؟ النهارده هو احترم النادي الاهلي، لعب بالامكانيات المتاحه بالنسبه له. خد بالك سكواد الاهلي لا، اقوى من سكواد الزمالك كلاعيبه وكافراد، اعلى. بن شرقي اهو بيسخن. طبعا جمهور الاهلي هيتجنن على بن شرقي، عايز يشوف بن شرقي. بن شرقي لعيب تقيل وممكن دلوقتي ينزل يصنع الفارق. بن شرقي لعيب تقيل. وبعدين بن شرقي مش بطيخه مقفوله لسه هتشوف وتجرب، لا. بن شرقي راجل لعب مع الزمالك وسجل اجوان في الاهلي، وكان بيطلع من احد، شوف، هجمه خطيره جدا جدا جدا
للزمالك انقذها الشناوي ببراعه. هجمه خطيره جدا، ما تقدرش والله ما تقدر تقول مين اللي يكسب في الماتش ده. والثلاثه بتوع الدفاع اللي ورا في الزمالك، حسام عبد المجيد، الونش، صلاح مصدق، حتى عواد. شوف الكره الخطيره دي مين عملها، كره عرضيه من عبد الله السعيد، ده دونجا تقريبا، هو دونجا. الشناوي تعامل معاها ببراعه، بصراحه تعامل معاها ببراعه على خط الستة ياردة، لكن الشناوي طلعها ببراعه. زي ما قلت لك تاني وتالت ورابع ما تقدرش تتكهن بنتيجه الماتش ده. الماتش ده، ماتشات القمه دايما بتخلص بتفاصيل صغيره جدا. وادي جراديشار خد كارت اصفر، دخل على دونجا دخول عنيف شويه، على محمد شحاته اسف، فخد انذار. دونجا ضيع فرصه من على خط الستة ياردة، من على خط السكس ياردة. جراديشار يعني ايه، لبس الستارز في وش محمد شحاته، فخد انذار. والحكم النرويجي ماشي كويس جدا، هو وطاقم الحكام. الاجانب الخواجات ما تقدرش تتكلم عليهم، ما تقدرش. لا حكم لا يعرف اهلي ولا يعرف زمالك، ده لا يعرف اهلي ولا يعرف زمالك يا باشا. حكم بيحكم باللي قدامه، وهي الحكام الاجانب كده. فالحكم ما تقدرش تقول عليه ولا كلمه. فبصراحه صلاح مصدق انا شايفه صفقه جامده جدا، وهيفرق جدا مع الزمالك. صلاح مصدق بسيره بصراحه لحد دلوقتي، لحد الدقيقه دي معرفش الوقت الباقي هيحصل ايه، لكن لحد دلوقتي لا، بسيره ماشي كويس جدا 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 امام النادي الاهلي. ولاعب كولر جيم محترم، جيم محترم من بره الخطوط. فبيسيرو مدرب كبير، وسيرته الذاتيه والسي في بتاعه سي في محترم جدا. خد بالك هو ما بيعمرش في اي نادي فتره طويله، يعني كبيره. هجمه خطيره جدا للنادي الاهلي، لكن تدخل محمد شحاته وانقذها. يعني ايه عيب بيسيرو الوحيد، يعني جه الاهلي كان ماشي كويس 3 شهور وراح خالع، جاله عرض من بورتو البرتغالي، خلع وباع النادي الاهلي وراح بورتو البرتغالي. في اي منتخب في اي نادي راحوا بقول لك يعني ما بيعمرش، اكتر حاجه 5 شهور 6 شهور سنه اقصى حاجه وبيخلع. لكن هو مدرب انت عارف، ده لو مدرب تاني يقول لك لا سيبني لبعد ماتش القمه، سيبني لبعد ماتش القمه. والنهارده بيلعب بثلاث ثلاث مدافعين ورا، احترمته جدا. النادي الاهلي طبعا التغييرات ممكن يبقى لها مفعول السحر، يعني كولر يستعين ببن شرقي طبعا، ونفس جمهور الاهلي يشوف بن شرقي. في الزمالك في اوراق رابحه، في الجفالي الموهبه التونسيه، في محمد السيد، في ناصر منسي المحظوظ على الاهلي، ناصر منسي. فهنشوف ونتابع. طبعا عمرو اديب لو الماتش خلص بفوز الزمالك يا سلام، هيعمل ليالي ملاح. ومش عايز اقول لك لو الزمالك خسر هيقول لك لبيب خربها ورجعوا لنا مرتضى وهاتوا لنا مرتضى منصور تاني. خالد الغندور امبارح توقع النتيجه تعادل، وقال لك الاهلي مش هيكسب الزمالك ولا الزمالك هيكسب الاهلي والماتش هيخلص تعادل. طبعا الزملكاويه لو الماتش خلص بفوز الزمالك هيقول لك يا هيقيموا الحفلات ويعملوا سهرات وليالي ملاح. وزي ما بقول الاهلاويه طبعا لو خسروا هيبقى في حاله حزن. فطبعا معروفين خالد الغندور، عمرو اديب، رضا عبد العال، في الاهلي شوبير مثلا. فدايما في مناوشات هنا وهنا وهنا. حال الزملكاوي والاهلاوي بصراحه في الماتش ده يعني كان الله في عون كل واحد فيهم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.